تشتري شقه طوب احمر ولا تشتري شقه على المحاره؟ كل حاجه ليها ميزه وعيب، بس تعالى نعرض مميزات وعيوب كل حاجه ونعرف انت في الاخر هتبقى حابب تشتريها اصلا متمحره ولا تشتريها طوب احمر. مبدئيا كده لازم تاخد بالك من كام حاجه عشان هم دول اللي هيحددوا لك بالظبط اذا كنت هتشتريها طوب احمر ولا هتشتريها محاره. بتستلمك للشقة محارة، بتستلم الشقة نظيفة رايقة، الكهرباء بتاعتها معمولة ومتأسس لها، المحارة معمولة جاهزة، تعتبر الشقة جاهزة على ان انت تبتدي تسحب معجون وتسحب النقاشة بتاعتك، وده طبعا بيوفر عليك فلوس. لكن الحقيقة بتلاقي نفسك ان انت بتدخل في تكسيرات وتعديلات كهرباء كتيرة جدا عشان تناسب احتياجاتك انت والفرش بتاعك انت وقعدتك انت، وبالتالي بتدخل في بند تاني زي التكسير والتشوين، تشوين الخامات بتاعتك وتنزيلها تاني وتنزيل التكسير ده كله، وتدخل في مرمات ومصنعيات المرمات، فبتلاقي نفسك داخل في بند تاني. تمام كده. طيب انا نصيحتي ايه؟ نصيحتي ان احنا نبتدي نسال عن الشركه، نقول لها يا جماعه انتوا دلوقتي حاسبين لي، هتحسبوا عليا بند المحاره بكام لو شلتوه من عليا، ولو انا عملته تحسبه بكام، وفي ساعتها هتبتدي تقرر انت عامل ايه. طبعا ناهيك عن ان انت طبعا ممكن تستلم محاره ضايعه فيها مشاكل فتضطر ان احنا ننزل المحاره كلها، فبالتالي لازم تحسبها كويس عشان تعرف تختار. وده كان السؤال